أهلا بيكو. النهاردة هنتكلم عن فيلم مصري ساب علامة مهمة، فيلم عسل أسود. فيلم مميز جدا فعلا. هنبص مع بعض على تحليل نقدي ليه، يعني القصة، الرسالة، وكمان شوية ملاحظات كده اتقالت عنه. تمام. الهدف إننا نشوف الفيلم ده عايز يقول إيه، ونشوف كمان هل نقط الضعف اللي اتقالت دي أثرت عليه فعلا ولا لأ. حلو جدا. الفيلم طبعا بيدور حوالين شخصية مصري سيد العربي، بالظبط. اللي بيرجع مصر بعد يعني 20 سنة قضاها في أمريكا، والصدمة بقى لما بيشوف الواقع المصري. هي دي بداية الحكاية كلها. القصة ببساطة هي رحلته دي، اكتشافه للفرق الكبير بين مصر اللي كانت في خياله أو يمكن ذكرياته، ومصر الحقيقية بقى بكل تفاصيلها. تمام. والفيلم هنا بيخش في حتت عميقة قوي، يعني الهوية، الانتماء، المقارنة الواضحة دي بين حياة بره اللي هو سماها العسل الأبيض. الراحة المادية يعني، أيوة، وبين حياة الوطن بتحدياتها، بدفئها الإنساني اللي هو بقى العسل الأسود. ويمكن سبب نجاحه الكبير ده هو قدرته إنه يمزج الكوميديا، المواقف اللي بتضحك، مع لحظات دراما بتلمس الواحد. أوكي، خلينا نمسك النقطة دي شوية. النقد اللي بنبص عليه ده فعلا بيبرز رسائل إيجابية في الفيلم، صحيح. بيأكد على قيمة الوطن اللي هو يعني أغلى من أي مشاكل أو سلبيات بنشوفها. وكمان حتة روح المصريين دي، قدرتهم على الضحك والتفاؤل حتى في أصعب الظروف. فعلا. والمقارنة دي بالتحديد، الدفاء الاجتماعي والعلاقات هنا قصاد البرود المادي بره، دي كانت نقطة قوية جدا في الفيلم، والنقد أشار ليها بوضوح. بتحرك مشاعر ناس كتير قوي. أكيد أكيد، بس يعني رغم كل المشاعر القوية دي، النقد برضو بيلفت نظرنا لحاجة تانية. اللي هي امم إنه في ملاحظات على منطقية بعض الأحداث، تفاصيل صغيرة كده ممكن تخلي الواحد يقف ويفكر. وهنا بقى الكلام بيبقى يعني شيق أكتر. النقد بيسأل عن حاجات تبدو مش منطقية قوي بالنسبة للشخصية نفسها. زي إيه مثلا؟ يعني مثلا واحد عاش في أمريكا 20 سنة كاملة، امم إزاي يبقى عنده مشكلة أساسية قوي في موضوع بسيط زي إنه يصرف دولار، أو مش فاهم قوي سعر الصرف ماشي إزاي؟ النقد شاف إن دي يعني بتضعف شوية من خلفية الشخصية. فعلا، نقطة تستدعي التفكير. ودي مش الملاحظة الوحيدة على فكرة. لا طبعا. النقد كمان اتكلم عن مستوى اللغة العربية عند مصري، حس إنه ضعيف زيادة عن اللزوم. يعني حتى لو واحد غاب كتير بس أصله مصري في الآخر. مظبوط. وكمان تصوير صدمته من الزحمة والفوضى، يعني لدرجة إنه ساعات ما بيبقاش عارف يتصرف خالص. النقد شاف إن دي فيها حبة مبالغة ممكن تخرج عن الواقعية. ولو دخلنا في تفاصيل أصغر كمان، النقد رصدها. زي مثلا عداد التاكسي في مشهد معين، طريقة حسابه للأجرة كانت يعني مش منطقية خالص. فاكر المشهد ده. ومشهد المستشفى الحكومي كمان، الطريقة اللي اتعرض بيها كانت كاريكاتورية قوي، يعني سخرية ممكن تكون زيادة عن اللزوم. بس ممكن حد يقول إن دي مبالغات مقصودة، يعني عشان الكوميديا أو عشان يوصل رسالة نقد اجتماعي. ممكن طبعا. وهو دايما في خط رفيع قوي بين المبالغة الفنية اللي بنقبلها والتشويه اللي بيقلل من الواقعية. مم. النقد هنا رأيه إن المبالغة عدت الحد شوية، فممكن ده يقلل من التعاطف مع الموقف أو تصديقه. ولو ربطناه ده بالصورة الأكبر، تراكم التفاصيل الصغيرة دي ممكن يأثر على إحساس المشاهد العام بواقعية الفيلم. تمام. وفي نقطة تانية مهمة قوي النقد وقف عندها، اللي هي تطور شخصية مصري نفسها، التحول بتاعه من حالة النفور الشديد من مصر في الأول لكره تقريبا، أيوة أيوة. لحالة حب بقى وانتماء في الآخر. التحول ده النقد شافه مفاجئ قوي، سريع جدا. بالظبط. هو ده اللي النقد بيقوله، إن التغيير العاطفي الكبير ده ما حصلش تمهيد كافي ليه، ما فيهوش تدريج. مم. يعني ما فيش مراحل في النص كده تبرر النقلة الكبيرة دي في مشاعره. وده ممكن يخلي النهاية تبان كأنها يعني مفروضة شوية، ممكن ما تكونش مقنعة دراميا لبعض الناس. وعاطفية قوية جدا، لمست ناس كتير واتكلمت عن الهوية والانتماء بصدق. ده حقيقي. لكن في نفس الوقت واجه انتقادات بسبب يمكن ثغرات في المنطق، تفاصيل ما كانتش دقيقة قوي، والتطور بتاع الشخصية اللي كان سريع ده. وهو ده اللي بيخلينا نسأل سؤال مهم في الآخر، أو يمكن فكرة كده نفكر فيها. اتفضل. هل الشعبية الجبارة للفيلم ده، رغم الملاحظات النقدية دي كلها،
اللي هي ملاحظات موضوعية فعلا. هل ده بيفسر إيه اللي الجمهور بيقدروا أكتر في الفن؟ هل هو الصدى العاطفي، الأفكار اللي بتلمس حياتهم ومشاعرهم حتى لو فيها شوية هفوات منطقية أو مبالغات؟ سؤال مهم. ولا الأهم هو الدقة التامة والواقعية في كل تفصيلة؟ يمكن الإجابة في التوازن بقى. التوازن بين العقل والقلب وإحنا بنتفرج على عمل فني.